حين نتحدث عن أمير الدراما العربية أسامة أنور عكاشة نستطيع أن نقول أنه هو الموازي الدرامي لنجيب محفوظ. أسامة أنور عكاشة لو احنا اتكلمنا باختصار جدا عن بدايته، فبدايته كانت ميلاده في طنطا من أب من كفر الشيخ وأم من طنطا. حياته وارتباطاته كلها بكفر الشيخ ودراسته حتى المرحلة الثانوية، إلى أن التحق بكلية الآداب جامعة عين شمس وتخرج منها وعمل في إحدى المؤسسات الاجتماعية كأخصائي اجتماعي. نعبر ذلك كله لأنه أخذته الحياة وزواجه وأولاده وتربية أبنائه عن مشاركته الفاعلة في المجال، في المؤسسات الثقافية، وإن لم يكف عن الكتابة أبدا. فكانت أول مجموعة قصصية له عام 67، كانت هذه هي أول مجموعة قصصية له. بعدها انطلق أسامة أنور عكاشة في الكتابة الروائية، لكنه عرف أن الكتابة الروائية وصولها للجمهور أقل من وصول الدراما التلفزيونية، فعمل في كتابة السيناريو والحوار لأعمال درامية كثيرة. بالرغم من محاولات الكثيرين، لو احنا بقى اتكلمنا عن تأثير أسامة أنور عكاشة في الحياة الدرامية في مصر، فتأثير أسامة كان طاغيا جدا جدا. فبالرغم من محاولات الكثيرين لاقتراب من منهجه الذي كان يعمل به على مدار رحلته الفنية، إلا أن هذه المحاولات لم تثمر عن مثل تلك الحالات شديدة الوهج والقلق التي كان يتمتع بها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة خلال رحلته على الساحة الدرامية التلفزيونية. فأسامة أنور عكاشة كون حالة مدهشة جدا من الإبهار والإدهاش، وهو كان يحمل خصوصية في مجمل أعماله. فهناك العديد من المقومات التي تمتع بها الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. أولها أنه كاتب ملحمي. لما ننظر لليالي الحلمية، العمل الذي استغرق 5 أجزاء منه والذي التفت حوله مصر كلها والعالم العربي، حتى كثيرا ما كان يقال أن الحياة كانت تقف أثناء عرض مسلسل ليالي الحلمية وأيضا مسلسل الشهد والدموع. فهو كاتب ملحمي استحق بجدارة من بين أبناء جيله، فهو وحده كان قادرا على صناعة نص يمزج بين الماضي والحاضر وما تحمله قراءة المستقبل في شكل سلسلة من الأجزاء المحكمة. مسلسلات أسامة أنور عكاشة ليست مثل تلك المسلسلات التي نراها هذه الأيام تمتلئ بالفواصل التي تمتلئ بالفواصل الإعلانية. أنا أذكر له كلمة رأيته في حوار تلفزيوني، وهو يقول عندما سألته المذيعة عن المسلسلات هذه الأيام، الكلام ده قبل وفاته، قال: هي إعلانات متعاصة دراما. أنا سمعت منه هذا الكلام، هي إعلانات متعاصة دراما. وكان رأيه أن الفواصل الكثيرة الإعلانية تقطع استرسال المشاهد والمتابع، فينفصل عن التفاعل الجيد مع المسلسل المعروض. فقلنا من الجانب الأول أنه هو كاتب ملحمي، وعندنا ما يصدق ذلك، وهي أعماله مثل ليالي الحلمية التي كانت على أجزاء، والشهد والدموع أيضا كانت على جزئين، وكانت محملة بالكثير من التفاصيل بين الأحداث العامة ومثيلاتها المتداخلة في العلاقات بين الشخوص بشكل لا يشعر المشاهد بغربة أو عدم فهم لهذه التركيبة. أيضا كان أسامة أنور عكاشة في أعماله الدرامية يجيد في أعماله الدرامية صناعة شبكة العلاقات وخصوصياتها. هو على مستوى الدراما، فكما كان الأخير اللي هو نجيب محفوظ بيصنع شخصياته وشفناها في رواياته، تجد أن الشخصية لكل منها حكايتها المهمة والتي تتابعها بشغف. كذلك كان يصنع أسامة أنور عكاشة علاقاته الاجتماعية والخصوصية لكل علاقة في مسلسله دون أن يخل بالأخرى. أيضا
أسامة أنور عكاشة رصد أحوال مصر، فهو من الكتاب القلائل الذين نجحوا في رصد قضايا حساسة وكأنه كان يتنبأ فيها بالمستقبل. وكان عندنا يعني مثل لذلك واضح جدا، وهو مسلسل الراية البيضاء، والذي تلازم تقديمه مع تصاعد قوة رأس المال في فترة الانفتاح الاقتصادي، والتي تبعتها العديد من التغييرات في الساحة الاقتصادية والمجتمعية. والحقيقة أن هذا التعبير لعله كان محط اهتمام في أعمال الكاتب الذي ناقش الأمر في عدة صور ما بين أزمات الحب والفوارق الاجتماعية.